في عالم الويب الحديث الأمان ما بقاش رفاهية، لا ده بقى ضرورة قصوى. النهاردة خلونا نغوص في قلب الموضوع ده ونشوف إزاي بنأمن تطبيقاتنا اللي مبنية بإطار عمل أنجلر، وهنركز على بطل قصتنا الJWT. عمرك فكرت إزاي أي موقع بتدخله بيقدر يفتكرك؟ يعني بتسجل دخول مرة واحدة وتفضل تتنقل بين الصفحات عادي جدا من غير ما يطلب منك الباسورد كل شوية. السر ورا الموضوع ده هو إدارة الجلسات، وده تحدي مش سهل خالص، خصوصا في تطبيقات الصفحة الواحدة زي اللي بتتعمل بأنجلر. عشان نبسط الحكاية، تخيل معايا كده إن بعد ما بتسجل دخول السيرفر بيديلك زي تصريح دخول إلكتروني خاص بيك. التصريح ده مش مجرد بطاقة عادية، لا ده تصريح ذكي بيقدر يثبت نفسه بنفسه وبيسمح لك تتحرك بحرية جوه التطبيق طول ما هو صالح. تصريح الدخول الديجيتال ده بقى اسمه التقني هو جيسون ويب توكن أو اختصاراً JWT، والتوكن ده هو حجر الأساس في أي استراتيجية أمان حديثة هنتكلم عنها النهاردة. طيب لما الواحد يبص على JWT أول مرة غالباً هيشوفه مجرد شفرة غريبة، شوية حروف وأرقام ورموز لازقين في بعض منهمش أي معنى. لكن هل ده حقيقي؟ لا طبعا، وهنا بقى بتظهر عبقرية الJWT. بمجرد ما نفك الشفرة دي بنكتشف جواها كائن جيسون واضح ومنظم جدا. الكائن ده شايل معلومات مهمة بنسميها كليمز، زي مثلا رقم تعريف المستخدم وتاريخ انتهاء صلاحية التوكن ده. أي JWT في الدنيا بيتكون من 3 حتت رئيسية، وكل حتة مفصولة عن التانية بنقطة. أول حاجة الهيدر، وده بيقول لنا نوع التوكن وإيه خوارزمية التشفير. تاني حاجة هي الحمولة البيلود، ودي اللي فيها البيانات نفسها. والجزء الثالث والأهم على الإطلاق هو التوقيع السيجنتشر، وده عامل زي الختم الرقمي المنيع. التوقيع ده هو قلب الأمان كله، هو اللي بيضمن لينا إن التوكن ده محدش لعب فيه أو غير أي معلومة جواه وهو في طريقه من السيرفر لينا، وكمان بيأكد إنه فعلا طالع من السيرفر اللي احنا بنثق فيه. من غير التوقيع التوكن ده يبقى مجرد كلام فاضي. تمام؟ السيرفر عمل التوكن وبعته للمتصفح. السؤال اللي لازم يتسأل دلوقتي، طيب المتصفح المفروض يشيل تصريح الدخول ده فين بالظبط؟ ده قرار مصيري يحدد مستوى أمان التطبيق كله. وهنا بنقف قدام مفاضلة أمنية مشهورة جدا. عندنا اختيارين. الأول هو اللوكال ستورج، وده الوصول ليه سهل بالكود، بس السهولة دي بتخليه هدف سهل لهجمات اسمها Cross Site Scripting أو XSS. الاختيار التاني هو ال HTTP Only Cookies، ودي بتحمي من هجمات ال XSS، لكنها في المقابل بتفتح الباب لنوع تاني من الهجمات اسمه Cross Site Request Forgery أو CSRF. يعني كل اختيار ليه مميزات وعيوب. هجمة الأكسسس دي ببساطة شديدة بتحصل لما المهاجم يقدر يزرع كود خبيث في صفحة الويب. لو الJWT بتاعنا متشال في اللوكال ستورج، الكود ده ببساطة شديدة يقدر يقراه ويسرقه، وساعتها المهاجم يقدر ينتحل شخصية المستخدم بالكامل. أما بقى ال CSRF فده هجوم مختلف تماما. هنا المهاجم بيخدع المستخدم عشان يدوس على لينك معين. أول ما المستخدم بيدوس، المتصفح بتاعه من ورا ظهره بيبعت طلب لموقع تاني هو مسجل دخول عليه زي البنك بتاعه مثلا، والطلب ده بينفذ عملية خطيرة زي تحويل فلوس. كل ده بيحصل لأن المتصفح بيبعت الكوكي تلقائيا مع أي طلب. طيب بغض النظر هنخزن التوكن فين، في الآخر لازم نستخدمه عشان نوصل للبيانات بتاعتنا. خلونا نشوف بقى إيه الآلية الذكية اللي أنجلر بيستخدمها عشان يلزق التوكن ده في كل طلب رايح للسيرفر بشكل أوتوماتيكي. الحل العبقري في أنجلر للموضوع ده هو حاجة اسمها HTTP Interceptor. ممكن نتخيله زي حارس شخصي ذكي بيعترض أي طلب خارج من التطبيق قبل ما يوصل للسيرفر عشان يتأكد الأول إنه معاه تصريح الدخول اللازم. من غير الانترسبتور، لو التطبيق حاول يطلب بيانات محمية من ال API، الطلب هيطلع بالشكل البسيط ده، طلب عادي جدا ما فيهوش أي حاجة تثبت مين اللي بعته أو إيه صلاحياته. وهنا بقى بيجي دور الانترسبتور السحري، بيمسك الطلب ده قبل ما يطلع، ياخد الJWT من مكان ما هو متخزن ويضيفه في هيدر مخصوص اسمه authorization، وبكده أي طلب خارج من التطبيق بيكون موثق وجاهز إن السيرفر يتعامل معاه. أول ما الطلب بيوصل للسيرفر، السيرفر بيشتغل كأنه حارس أمن على بوابة. أول حاجة بيعملها هي إنه بيبص على تصريح الدخول ده، يتأكد من صحة التوقيع عشان يضمن إنه مش مزور، ويبص على تاريخ انتهاء الصلاحية عشان يتأكد إنه لسه ساري. بس الأمان مش مسؤولية السيرفر بس، أنجلر بيدينا طبقة حماية إضافية من ناحية العميل نفسه عن طريق حاجة اسمها راوت جاردز. ممكن نعتبرهم حراس أمن واقفين على أبواب الصفحات، بيمنعوا أي حد ما عندوش الصلاحية إنه حتى يحاول يدخل من الأول. الجاردز دي بتدينا تحكم كامل في مين يروح فين. يعني قبل ما المستخدم يحاول يدخل على صفحة زي الداشبورد، الجارد بيشتغل الأول ويتأكد هل المستخدم ده مسجل دخوله أصلا؟ هل معاه الصلاحيات اللازمة؟
لو الإجابة لأ بيتم منعه فوراً، وده بيحسن تجربة الاستخدام وبيزود الأمان. هنا بنوصل لمشكلة واقعية جداً. عشان الأمان الأحسن إن صلاحية التوكن تكون قصيرة قوي، دقايق مثلاً، بس ده معناه إن المستخدم هيضطر يسجل دخوله كل شوية، ودي تجربة سيئة. فإزاي نوازن بين الأمان وراحة المستخدم؟ الحل الذكي للمعادلة الصعبة دي هو استخدام نوعين من التوكنز. الأول هو الأكسس توكن العادي وده صلاحيته قصيرة، والتاني هو الريفرش توكن وده صلاحيته بتكون طويلة جدا، ممكن توصل لأسابيع. مهمته الوحيدة في الحياة هي إنه يروح للسيرفر ويطلب أكسس توكن جديد لما القديم ينتهي، كل ده من غير ما المستخدم يحس بأي حاجة. والعملية دي بتمشي بشكل تلقائي تماماً. أولاً الأكسس توكن صلاحيته بتنتهي، فطلب ال API بيفشل، ال HTTP انترسبتور بتاعنا بيصطاد الخطأ ده. ثانياً بدل ما يطلع رسالة خطأ، الانترسبتور بيستخدم الريفرش توكن عشان في هدوء يطلب أكسس توكن جديد من السيرفر. ثالثاً السيرفر بيتأكد من الريفرش توكن ويطلع واحد جديد. وأخيراً الانترسبتور بيعيد إرسال الطلب الأصلي اللي فشل، بس المرة دي بالتوكن الجديد، وكل ده بيحصل في الخلفية من غير أي تدخل من المستخدم. يعني الخلاصة هنا مش إننا نختار تقنية واحدة وخلاص، لأ، السر في بناء دفاعات متعددة. بنستخدم HTTP only cookies ضد ال XSS، وبنطبق آليات ضد ال CSRF، وبنستخدم الراوت جاردز على العميل، وطبعا السيرفر لازم يتأكد من كل حاجة. الأمان الحقيقي هو نتيجة تكامل كل العناصر دي مع بعض. رحلة التوكن دي من لحظة ولادته لحد تجديده بتورينا إن تأمين التطبيقات عملية مستمرة ومحتاجة اهتمام بأدق التفاصيل. فبعد ما شفنا كل ده، السؤال اللي لازم نسأله: هل الباب الأمامي للتطبيق بتاعنا مقفول ومؤمن كويس فعلاً؟